يعني انت لو مستني او حاطط في دماغك في مشروع او في بيزنس ان حد هيقف جنبك، يبقى انت مش هتبدأ. انت مش هتبدأ. إيه، انت البنزين بتاع نفسك، انت الطاقة، انت اللي هتحرك، انت نفسك. وابعد دايما عن الدوشة، اشتغل دايما في هدوء كده، يعني ابعد عن الدوشة. ما تخليش ما تحسسش حد ان انت شغال. ونجاحك طبعا، خلي نجاحك لنفسك. يعني ما تنجحش عشان يقولوا هو ناجح، لا، ما تنجحش عشان يقولوا هو ناجح. انت مش في منافسة مع حد يا صاحبي، انت مش في منافسة مع حد عشان تثبت لده ان انت ناجح وما فشلتش، لا. ما انتش في مقارنة مع حد عشان تثبت ان ده ناجح، لا، وتثبت له ان انت نجحت، لا. مالكش دعوة بحد. هي حياتك، سقوطك، وقعانك، مجدك هو بتاعك. لان في ناس معينة هي اللي هتشاركك النجاح. ما تحطش شخص بعينه او فئة معينة من اللي في حياتك ان هم دول اللي هيقفوا معاك، لا، ده انت هتصدم فيهم. هي بتبقى فئة معينة انت ما تتوقعهاش. ما الناس ما بتشوفش رحلتك، ما بتشوفش تعبك، سهرك، افكارك، تعبك النفسي، شعرك الابيض. مشاريعك بالنسبة ليهم مجرد احلام، كلام كده في الهوا طاير وخلاص. فطبيعي ان هم ما يامنوش بيه، وطبيعي ان هم ما يلمسوهوش. وطبعا زي ما بتسمع، احنا اول ما تنجح او اول ما توصل للحاجه اللي انت عايزهم او اول ما يحس انه في افتخار للشخص ده، طبعا احنا كنا واثقين فيك في الاول، احنا كنا واثقين ان انت هتبقى كده. ولا هم كانوا واثقين، ولا هم كانوا اي حاجه. والله انت فشلت اهو، راجل فاشل، وعملنا له احباط وموتنا امله وموتنا بتاع. نجحت، والله احنا كنا واثقين فيك، بس الحاجات اللي جوه ما بتبانش. ما تمشيش دايما مع القطيع. بلاش حتة ان انت تمشي مع القطيع دي. يعني بلاش حتة ان انت تمشي مع القطيع دي. بلاش بالله عليك اي حد دلوقتي على السوشيال، ربنا يهدينا ويهديهم. الناس اللي طالعه اليومين دمت، يعني طالعه يعني حاجه الواحد بيشمئز حتى يحكي عنها. الله يعافينا. انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انا عايز اعرف انت بتعمل في نفسك كده ليه. والله يا جماعه انا مش كارههم على قد ما هم صعبانين عليا. ربنا يهديني ويهديهم. بس انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انت بتعمل في نفسك كده ليه ومرخص نفسك ليه كده؟ انت يا ابني انت مرخص نفسك كده ليه؟ انت مرخص نفسك في كده ليه؟ لا، لو الرسول عايش في وسطنا دلوقتي وشافك، هتبقى فخور بنفسك كده؟ انت هتبقى فخور بنفسك كده يا ابني وانت عامل في نفسك كده؟ منتهى العار، والله منتهى العار. ما تطلعش يا ابني تاكل قدام الكاميرا يا ابني، ده نقص يا ابني، ده جوع. ما تطلعش تاكل قدام الكاميرا، ده نقص وده جوع. ربنا عزنا بالاسلام، عزنا العزة دي حطها في كل حاجة في حياتك، حطها في خطواتك كده. انت ما تعرفش اي حاجة يعني عن عزة الاسلام دي. ما تاكلش قدام الناس ولا تلبس قدام الناس. غلط 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 غلط، ده فعل غلط. مش هيخشوا معاك يتحاسبوا على البخس والقرف اللي انت بتعمله ده. الرسول يبقى راضي عنك بيه. هو ده اللي الرسول حارب بيه، هو ده اللي حاربوا بيه الامم عشاننا. يعني انا عايز افهم، بس انت لما بتبص لنفسك في المرايه، هو ده اللي قادة المسلمين في التاريخ الاسلامي كله حاربوا الناس عشانه؟ هي دي رسالة الاسلام؟ هو ده اللي احنا عاملينه؟ ان انت تطلع تاكل قدام الناس وتعمل افعال وحشة كده؟ ده غير الاكل حاجات تانية كتير. يعني قدم محتوى هادف، قدم محتوى هادف. ما ترخصش نفسك. بترخص نفسك ليه يا ابني؟ بترخص نفسك ليه؟ عشان شويه فلوس؟ عشان شويه فلوس؟ فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ بس انا عايز اعرف فلوس ايه. فلوس اللي نفعتك في الدنيا مش هتنفعك في الاخره. انت ما عملتش حاجه لاخرتك. انت فين الاخره اللي انت عملت لها؟ انت فين الاخره اللي انت عملت لها؟ حب الناس مش في الكومنتات بتاعتك، مش في اللايكات، مش في الشير. انت ما تعرفش حاجة يا ابني، والله ما تعرف حاجة. ولا تفقه شيء. انتوا عليكوا، يعني انتوا ربنا يهديني ويهديكوا. اخجلوا من نفسكوا في اللي انت بتعملوه ده. في غيبوبة، والله في غيبوبة، في غيبوبة. وما تقوليش انت هتعمل لي فيها شيخ ومش شيخ. انا يا باشا اعرف اللي انت ما تعرفوش. انا وانا عندي 18 سنه كده واصل للرضا النفسي كده، القناعه نفسيه كده، ان ان الدنيا دي ولا تسوى جنيه عندي، ولا تسوى جنيه عندي. واللي حواليا واللي مصاحبيني عارفين الكلام ده. ما ببصش لدنيا انا. دنيا ايه اللي انت بتبص لها وبتعري نفسك عشانها؟